سلام بنات، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم من جديد في قناه هواتهم اسيل. ورمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والسلامه وبكل ما كتمنوا. غادي نشارك معكم ان شاء الله في هذا الفيديو هاد البيضات معمرين بالدجاج بواحد الحشوه اكثر من رائعه، كتجي معلكه ولذيذه بزاف. انا متاكده اذا جربتوها غتعجبكم بزاف، كتستحق التجربه ديالكم. فبلا ما نطول عليكم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وما تنساوش لايك الفيديو الا عجبكم اكيد. في واحد المقلاة كنوضع شويه زيت البلديه او زيت نباتيه، وكنضيف واحد البصيله متوسطه مشلضه رقيقه كيف ما كيبان لكم. كنخليها تشحر حتى كتدبل بهذا الشكل. من بعد كنضيف عليها صدر الدجاج مقطع مربعات صغيره، الكميه اللي بغيتو. انا استعملت 500 غرام. كنضيف عليه التوابل، غادي نخلي لكم ان شاء الله مقادير مضبوطه في صندوق الوصف. كنضيف شويه الملحه، ما كثروش بزاف حيت غنضيفو في الاخير الزيتون الاخضر كيكون حتى هو مالح. شويه الابزار، ملعقه صغيره ممسوحه من الفلفل الاحمر، ربع ملعقه صغيره من القزبر يابس، توابل الدجاج واحد نصف ملعقه صغيره، شويه ثوم بودره ممكن تعوضوه بواحد جوج دروسه من الثوم محكوكين، ضيفوهم مع البصل في الاول، وشويه الهريسه حاره اختياريه. صافي كنخلطوا هاد التوابل مع الدجاج ونخليو الدجاج يطيب واحد شويه على نار متوسطه، ما تنقصوش بزاف على العافيه باش ما يطلق لكمش الدجاج الماء ديالو. من بعد كنضيف الجزر واحد الحبه كبيره محكوكه بهذا الشكل، ونضيف شويه المعدنوس مقطع رقيق، ونخلي داك الجزر يطيب واحد شويه. من بعد كنضيف في الاخير الزيتون الاخضر مقطع رقيق، واحد العلبه الياغورت الطبيعي بدون سكر كيعطي واحد الاضافه رائعه، وكذلك الحشوه ديالنا ما كتجيش ناشفه وكتجي معلكه. صافي كنخليه غير واحد شويه ونطفي على النار، وها هي الحشوه ديالي واجده. غادي نبداو نعمروا بالبيضات ديالنا. هذا البطبوط اللي سبق لي شاركته معكم في تحضيرات رمضان، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. بالنسبه للبنات اللي ما شافوش الفيديو، كيجي رائع، كيجي رطب بزاف وخاوي من الداخل. من بعد ما خرجته من المجمد وخليته حتى ديكونجولا وصهدته واحد شويه في المقلاة. وهذه الحشوه ديالنا من بعد ما طابت، وغنحتاجو هنا شويه الخس من بعد ما كنغسلوه مزيان بالخل ونشفوه. كنبداو كنعمرو، كنوضع واحد الورقه د الخس بهذا الشكل، كنخليها شويه خارجه باش تعطينا من بعد الشكل اللي هو جميل. وكنوضع واحد القياس د ملعقه كبيره من الحشوه بهذه الطريقه. صافي وها البطيبيطات ديالنا واجدين، كيجيو رائعين البنات. جربوا هذه الحشوه غتعجبكم بزاف ان شاء الله. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نعمر البطبوط ديالي كامل ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديالو. وكيكون هذا هو الشكل النهائي للبطبوط ديالنا، كيجي الشكل ديالو راقي، وحتى في المذاق كتجي داك الحشوه معلكه ولذيذه بزاف. نتمنى تجربوا الوصفه وتعجبكم. وهنا حبيباتي غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك الفيديو. شكرا على المتابعه، وملتقانا في فيديو جديد مع وصفه اخرى ان شاء الله.